عقل بشري في النهايه. انا امبارح غلطت، انا امبارح نقلا عن مصدر جورنال اتكلمت على ملك المغرب وازاي ان الملك سافر في 5 طيارات والبذخ اللي عاش فيه عشان يروح تركيا. واكتشفت الحقيقه بعد ما تبرع مجموعه من الاشخاص المحترمين المغاربه عشان يوضحوا لي الصوره، وطلع ان الملك فعلا ما سافرش على 5 طيارات ولا حاجه. وفي جريده نفت ده واعتذرت، هي جريده مغربيه او موقع مغربي، وقال ان ال3 طيارات اللي بنتكلم عليهم طيارات نقله معونات للاجئين السوريين. اذا الملك اتظلم، انا ظلمته، بس نقلا عن روايه او عن موقع هجيبه لكم اللي جبته لكم امبارح. ممكن تغلط، بس في النهايه انت ماشي وشغال ومعتمد على الله، اوعى تعتمد على حد خالص. شعبي نتيجة يواجهها ملك المغرب نتيجة الإسراف والبذخ التي تعيشه العائلة المالكة، ووجهت انتقادات شديدة للملك المغربي بعد ذهابه في زيارة خاصة لتركيا على متن 5 طائرات 3 منها تحمل أمتعته الشخصية. يا نهار أبيض يا جماعة، أمتعته الشخصية في 3 طيارات؟ ده الواحد لما بيملى شنطة بيقول ده أنا شايل، ده إيه ده؟ أمتعته الشخصية في 3 طيارات بس؟ يعني ايه امتعته الشخصيه؟ ايه بيلبس مقاس كام؟ مش معقول. وبعدين هو هنا في زياره خد 5 طيارات. الطيارات بقى ازاي؟ بس عشان المغاربه نفسهم هم منادين، مش انا مالي، ما يسافر ان شاء الله ياخد المطار نفسه معاه، انا مش فارقه معايا. بس المغاربه عندهم فقراء. وبعدين انا عايز اسال الراجل ده، الراجل المحترم الكباره ده اللي احنا ما جبناش سيرته ولا مره في حياتنا ده، يا اخي انا هسالك سؤال يا اخي، والله اسالك سؤال يا اخي، بالله عندي سؤال يا اخي. المسلمين جعانين يا راجل. يعني انتوا والدك رحمه الله عليه كان بيعتبر نفسه امير المؤمنين، كانوا بيتقالوا كده، كان بيتقال امير المؤمنين. يعني انت لو شفت الجنازه بتاعت الملك والده كان بيقول المذيع على التلفزيون المغربي موكب امير المؤمنين، الجنازه بتاعت الوالد الملك الوالد يعني امير المؤمنين. انا بسالك سؤال يا جلاله الملك، في ناس جعانه بجد؟ سيبك من شعبك، يمكن انت متضايق من المغاربه ومخنوق منهم، انما في ناس بتموت يعني في ناس ما تلاقيش اكل يا جماعه. ده في ناس 3 طيارات شايلين البوكسرات بتاعتك، مش معقول 3 طيارات. بصوا دي صوره كمان ليه هو ماشي في تركيا، والرقم او اللي انا سمعته او اللي مكتوب بيقول الطيارات وصلت، هو وصل على متن طائره مدنيه خاصه، ثم وصلت زوجته على متن طائره خاصه. الله، ده ما يسافروا مع بعض، طب ما يقعدوا مع بعض. يا راجل ما تحبطنيش بقى، مش عايز انا احباط بقى. ده الواحد يعني مش معقول، ده انت لو نمت في طياره زي دي تتمنى انها ما تحطش على الارض اصلا. اتفرج اكل ايه وكلنا اكل وشربنا شرب، يعني جو جامد جدا. قال لك مراته وصلت على طياره خلاص وهو وصل على طياره تانية. طب ليه بقى الجو ده يعني قفشوا مع بعض على كلمه ولا حاجه؟ جلاله الملك وجلاله الملكه اتخنق منها، اتخنقت منه، قالت له بصراحه ما بحبش اقعد جنبك في الطياره. انت كبيرك تقول لمراتك ما بحبش اقعد جنبك في السرير، انما ما بحبش اقعد جنبك في الطياره دي كبيره شويه واسعه شويه يعني. قالت له بقول لك كده ما بطيقش السفر معاك، اطلع بالطياره الثانيه. يا كبيرك مراتك يبقى عندك عربيه ثانيه، انما طياره ثانيه وسواق ثاني. فالمهم خد الطياره وهو خد طياره، و3 طيارات كانوا بيشحنوا امتعه العائله المالكه وزغرتي اللي انت مش غرمانه. وعلى فكره السعوديه بجد شعب زي ما يقلش عن اي شعب عربي، عنده نسبه فقر برضو محترمه. لانه انا بس كنت عايز اقول لجلاله الملك باعتبارك امير المؤمنين ووالدك كان امير المؤمنين واعتزل، في فقراء بجد، في فقراء، اعمل حسنه. يعني اذا كان في فلوس فايضه عليك اديها للفقراء، اعمل حسنات. انا بس عشان اختم القصه دي عايز اقول لك انه انا بس قريت لك الجواب بتاع حسين توفيق ده. الجواب بيقول اعضاء تدريس جامعه الازهر مجتمعون بمقر عايزين يشيلوا الراجل اللي اسمه محمد. انا هقرا الجواب ده تاني وهعرضه لكم تاني يوم السبت عشان بس ناخد وقته، لكن خلوني اخد خبر اخير قبل ما اختم. الخبر بخصوص الطائره اللي انا امبارح كنت نقلت خبر عن موقع ان الملك محمد ملك المغرب راح السعوديه تركيا في زياره ب5 طيارات.
وانا الحقيقه قلت ما قيل في الخمر على الحكايه دي، لان استغربت على 5 طيارات. بس خالد بعد اذنه يجيب لنا صوره الخبر القديم اللي جبناه اللي نقلنا منه، لانه فجاه في شعوب كده طيبه يا شيخ عصام. انا بعظم، انا رحت مثلا قطر، شعب طيب جدا، بني ادمين طيبين جدا. ورحت ده قدام حضراتكم الخبر بتاع امبارح عن الموقع، انا ما جبتوش من عندي، ما الفتوش. الخبر قدام حضراتكم اهو، بيقول ملك المغرب يسافر لتركيا في 5 طائرات. الخبر ده انا لما وصلني انا يعني بصراحه قلت اللي اتقال يعني بشكل رهيب، لانه 5 طيارات ليه؟ وبعدين الخبر اساءه لملك المغرب. لكن الحقيقه الاخوه المغاربه المحترمين طلعوا لي النهارده وقالوا لي انه الخبر ده مش صحيح، وانه الخبر الصحيح انه الملك سافر فعلا على طياره، لانه كان جاي من ده خبر الجديد بقى، فعلا كان جاي من المغرب على تركيا على طول، بينما السيده زوجته كانت جايه من ابو ظبي على تركيا. انما ال3 طيارات التانيين، كده طيارتين باقي 3 طيارات، ال3 طيارات التانيين كانت محمله بمعونات، يعني 3 طائرات عسكريه كانت محمله باللاجئين. على فكره الخبر اللي قريته قال بريس دي اللي هو موقع مغربي، قال انه 3 طائرات عسكريه للنقل العسكري سبقت زياره الملك محمد السادس الذي حل امس على مطار على تركيا يعني. وقالت ان ال3 طيارات عسكريه تابعه للنقل الجوي المغربي محمله بالبضائع وباغراض مش عارف ايه. قال نفت الخبر ده وقالت ان ال3 طيارات دول موجودين على محمله بمعونات للاجئين السوريين، مش زي ما قالوا انها هي زي ما اتذاع في الصور كده، انه الخبر كان بيقول في امبارح مهزله ملك المغرب يسافر تركيا ب5 طيارات وافراد عائلته لا يتعدون 4. الحقيقه الخبر مش مظبوط، لانه النهارده في واحد، خليني بقى اكلم الناس بقى يا محمد خالد. الشيخ عصام طلع لي صديق مغربي محترم واختلف معايا ووضح لي الامر، والنهارده صديق تاني وكان مغربي كده محترمين. كنت بقول لك بقى في شعوب طيبه زي مثلا قطريين، انا نزلت قطر ناس طيبين جدا، زي مثلا الاماراتيين ناس طيبين جدا، والبحرينيين، الشعب السوداني، لا انا ما نزلتش البحرين، الشعب السوداني طيب جدا. المغاربه امبارح لما اختلفوا معايا اختلاف عقلي يعني ما فيش بقى الاباحه بتاعتنا دي. صحيح. خلاص. فامبارح اختلف معايا، فواحد مغربي قال لي بص، قال لي هو مضيف، هو بيشتغل مضيف، قال لي بص، قال لي لا يمكن يسافر على 5 طيارات لانه لا يملك هذه الطيارات، وانه لا اعتقد بحكم عملي كمضيف بالطيران في نفس الشركه اللي هو بيسافر منها ملك، الشركه دي لا تمتلك الا طائره واحده 747 و4 طيارات من طراز 767. وقال ان استعملت رحله ملكيه يعني الغاء، لو استخدم 5 طيارات يعني الغاء رحلات لامريكا وكندا والبرازيل، وده مستحيل. قال لي هو كان بيتكلم كده، وفجاه بعد شويه قال لي ايه، تم التاكد ان ال3 طيارات الاضافيه هي طائرات عسكريه للشحن محمله بمساعدات للاجئين السوريين في تركيا، فقد سبق لجلاله الملك ان قدم وزاره مخيمات اللاجئين في الاردن. وبعدين قال لي انا اتاكدت، قال لي انا كلمت المطار واتاكدت، ده صديقي المغربي. بعد شويه قال اعذرني لازعاجك لك مره اخرى. شوف هو مصر، مفيش اباحه بقى، مفيش قله الادب. قال لي اعذرني لك كل مره واشكر اهتمامك، والله يا استاذ نحن المغاربه معكم، كل الشعب المغربي معكم، حكومه المغرب معكم، عندي معلومه ارجو ان تبحث فيها نعرف انه مش عارف ايه. قعد يتكلم على الانقلاب وسببه وبدا يرجع تاني. قال انا متاكد ان الطائرات العسكريه لا تحمل امتعه الملك، لانه طوال خدمتي في المطار اعلم علم اليقين ان امتعه الملك تخصص لها طائره من نوع بيونج 767. انا كاتب لك اسماء الطاقم ورتبهم، كتب لي فعلا اسماء سواقين الطياره بتاع الملك او الطيارين يعني، ورتبهم ورقم الرحله وكل حاجه. يعني ما اعرفش انه امتعه الملك بتروح في طيارات عسكريه، هو بيقول مؤكد لا يمكن تروح امتعه الملك في 3 طيارات عسكريه ولا مدنيه. وقال انا متاكد من الخبر ده. انا بشكر كل اصدقائي، هو بقاله 10 سنين شغال مضيف. انا بس عايز يا شيخ عصام اشكر كل اصدقائي المغاربه اللي وضحوا لي ده، وانا شخصيا لا اجد حرج خالص اني اعتذر لجلاله الملك محمد السادس ولاي حد مغربي بيحب الملك محمد السادس، لانه الموقع انا جبت لكم الخبر الاولاني اللي نقلنا عنه، لكن واضح انه الخبر ده مدسوس على جلاله الملك محمد السادس، وانه واضح ان في ناس كانت عايزه تنال من شخصه، فالاعتذار ده واجب. شيخ عصام يعني عايز اقول لك انه